أصعب حاجة إن الواحد يضيع عمره على ناس كان فاكرهم إنهم جزء منه، وإنه حاجة كبيرة أوي في حياتهم، ويكتشف فجأة إنه ولا حاجة بالنسبة له. الأسوأ إن الناس دي تكون حتة منك زي ولدك، وتبقى حجتك بيتي هيتخرب. أنا بحافظ على بيتي وبحافظ على ولادي. حكاية النهاردة للأسف موجودة في بيوت كتير، بيوت يبقى الضمير منعدم فيها. زي ما في حموات جبارة ومفترية، في حموات غلبانة ضعيفة بتفوض أمرها لله. حكاية النهاردة شاب الكل بيشهد ليه بأدبه وأخلاقه واحترامه، حب واحدة، والده كان معترض تحت إلحاح منه. أبوه وافق وقال له خلاص يا ابني، أنا اللي يهمني سعادتك، واتجوز الولد. منه الولد الوحيد لأبوه وأمه كانوا طايرين بيه. أبوه بناله شقة فوق منه وقال له علشان لما تخلف ولادك ينزلوا لي، أنا عايزك تملالي البيت عيال، خلفهم وهاتوا عيالكم عندي، ملكوش دعوة لا بشيلهم ولا مصاريفهم، أنا متكفل بيهم. وبالفعل بعد سنتين ربنا رزقه بتوأم. بقت فرحة الأب ملهاش حدود. كان منتظر إن ابنه يسمي اسمه لحفيد من الأحفاد دول. اتفاجأ إن ابنه بيقول له ده مراتي حلمت باسم أبوها وباسم جدها، فسمينا العيال على اسم حماية واسم جدهم من الأم. الراجل حطها في قلبه وقال له خلاص يا ابني طالما حلمت. قال له دي رؤية يابا، إن شاء الله لما تخلف تاني. قال له إن شاء الله يا ابني. وبدأ الراجل هو ومراته يشيلوا أحفادهم وهم سعداء وفرحانين بيهم. مرات ابنه تصحى الصبح بدري هي وجوزها وينزلوا العيال بالرضعة، وجوزها بعد كده يفطر نفسه وينزل الشغل وهي تكمل نومها، ملهاش دعوة بالعيال. الرضعة تحت واللبن تحت، وحماتها بقى لما الرضعة بتخلص بتعمل له، وهي فوق عايشة حياتها. بعد 3 سنين ربنا رزقها بطفل. بقى الراجل مبسوط لما عرف ان مرات ابنه حامل في ولد. بقى منتظر انها لما تولد هتسمي اسمه. بقت في الراحة والجاية تقول له يا عمو انا حامل في المولود وهسميه على اسمك. والراجل مزقطط. وجت ولدت وفوجئ ان هي سمت الولد على اسم اخوها.
فمراته بتقول لابنها: انت يا ابني، مش انت ومراتك كنتوا موعدين ابوكم ان كنتوا تسموه باسمه؟ ده حتى اسم ابوك احسن من الاسماء اللي انت سميت عيالك بيها. قال لها: معلش يا ماما، انا مش عايزه اعمل مشاكل. لما جيت اكلمها قالت لي: انا اللي شلت ببطني 9 شهور مش انت. كبرت دماغها الوليه ونزلت قالت لجوزها: كبر دماغك، اهم حاجه ان احنا شفنا احفادنا. الراجل شالها في قلبه من حزنه. بعديها بكم شهر ربنا استرد وداعته ومات الراجل. عاشت الست في الشقة لوحديها، بقت بالنسبة لمرات ابنها الشغالة بتاعتها، تنزل لها العيال ملهاش دعوة بحاجة. ففي يوم الست بتقول لها: يا بنتي أنا تعبانة، أنا ما بقتش حمل خدمة عيال وشيل. قلت لها: بقول لك إيه يا طنط، شيلي بلاش دلع، عزم الولد ولد الولد. قالت لها: طب ما توديهم عند امك، ما انت مسميه اسماء اهلك. قالت لها: ماما مش شغاله ولا شياله للاطفال، حد قال لك ان ماما الداده؟ الكلام ده بتقوله قدام جوزها. جوزها ما قالهاش عيب، دي امي، احترامها من احترامي. بصت الست لابنها وهي كلها حزن وسكتت. حد ما في يوم لقت ابنها بيقول لها: يا ماما، مراتي عازمه اهلها على الغدا بكره. قالت له: بعدين؟ قال لها: ابدا، انت عارفاها انها عقبه في المحشي، عايزك تعملي لها المحشي، خلطه المحشي، ورق عنب، ورق كرنب، انت عارفه بقى يا ماما. قالت له: بعدين يا ابني؟ قال لها: ولا قبلين، وان كانت صينيه الرقاق انت بتعمليها حلوه قوي، وهي تسلق الفراخ. قالت له: من عيني يا ابني. وقامت الست من بدري تجهز الاكل، ولقت مرات ابنها نازله هي واخوها ياخدوا الحلل والصواني. ما ادتش لحماتها صباع محشي ولا خرطه من الصينيه. الست قالت: اكيد في ميعاد الغدا هينادوني اطلع اكل، مطبخ السم بيدوق، وانا مكلفه كل حاجه من عندي، ورغم ذلك ما مدتش ايدي وخدت عشان تبقى الحاجه ببركتها. انتظرت، محدش ندى عليها، بقت سامعه ضحكهم وريحه الاكل في مناخيرها والجوع بيقرص معدتها. راحت قايمه مقمره رغيف وجايبه حته جبنه وقاعده واكله، وحمدت ربنا على كده. بالليل ابنها جاي: عامله ايه يا ماما؟ قالت له: كويس يا ابني انك انت افتكرت انك ليك ام، بقى يا ابني اطبخ لكم، ما يهونش عليك انت ومراتك تدوني من الاكل اللي انا مكلفاه وعاملاه ده. انا مرضتش اخد منه، قلت عشان يطلع ببركته ليكم. ما تنزلش ليا يا ابن بطني. طب مراتك اتلخمت مع اهلها، انت ما تفتكرش امك؟ قال لها: بقولك ايه يا امي، ما تقعديش تعملي لنا شبوره
وتقعدي تطلقي كل شوية تعملي رحل. انت مش هترتاحي غير ان اطلقها وتحرميني من عيالي ال3. اكل ايه ورمرمة بطن ايه؟ هو انت ناقصة اكل؟ عيب، استحى على دمك. سابها. تاني يوم جايب العيال للدادة تشيلهم. خدي يا ماما العيال. رفضت. قالت له يا ابني انا صحتي على قدي، خلي صحتي تخدمني، خليني شايله نفسي الكام يوم اللي انا عايشاهم في الدنيا. ولادك وديهم عند حماتك بعد كده، اللي ياكل خيرك يشيل عيالك. انا مش الدادة ومش الخدامة بتاعتك. قال لها خدامة ايه يا ماما؟ دول احفادك، اعز من الولد ولد الولد. قالت له كمان لحماتك اعز من الولد ولد الولد. انا كفاية قوي اللي شلته الفترة اللي فاتت انا وابوك الله يرحمه. انت حتى استخسرت تسمي اسم ابوك وتفرحوا على حياة عينه باسم حفيد على اسم، ورايح تسمي على اسم حماك وابو حماك واخو مراتك وابوك اللي جوزك وجهزك. مرضتش. قال لها يعني انتي مش هتسكتي غير انك انت تخربي بيتي؟ اسماء ايه وبتاع ايه وبتنجان ايه؟ ما ابويا الله يرحمه وانت كده كده متعوده انك انت بتشيلي الولاد. قالت له متعوده، لكن دلوقتي خلاص. الله يرحمه ابوك سابني معززه مكرمه، الشقه دي باسمي وارضيه البيت باسمي وليا معاشي، يعني مش محتاجاك في حاجه. وما انتش تخبط عليا لا انت ولا مراتك عشان اشيل عيال ولا اجهز اكل علشان اهل مراتك جايين. الا مراته نازله على السلم، ايه ده يا طنط وانت هتسممي اهلي على اللقمه اللي كلوها؟ قلت لها انا لا بسمم ولا بعمل، بس من الذوق يا بنت الناس لما كنت طبختلك تنزلي لحماتك من الاكل اللي انا مكلفاه على حسابي، تنزلي لحماتك من الاكل اللي تعبت في تجهيزه. لكن اقول ايه؟ قالت لها حقك عليا يا طنط، ما تزعليش، المره الجايه راحت الست مقطعاها. قالت لها لا مره جايه ولا مره رايحه، كده كويس قوي. عن اذنك يا ابني. وقفلت الباب، وهي واقفه ورا الباب سمعت ابنها بيزعق لمراته. قال لها اللي كنت عامل حسابه اديك زعلت امي بعمايلك، وهي ليها حق، ومش عايزه اقول لها ليكي حق عشان ما تتمداش وتزيد فيها. لو امك كنت ترضي ان مرات اخوك تعمل فيها كده، قالت له كنت كلت مصارينها. قال لها امال بتعملي مع امي كده ليه؟ قالت له انت راضي ان انا اعمل في امك كده، لكن انا اخويا ما يرضاش ولا احنا نرضى. الست بتقولي تصدقي يا توحة، اسبوع كامل ابني ما يخبطش عليا ولا يتصل عليا، اروح له واقول له حقك عليا انت ومراتك، وهات ولادك اشيلهم تاني، ولا اعمل ايه يا غالية؟ ولا اعمل ايه يا غالية؟ انت عارفة يا امي
مشكلتك خلتني حمدت ربنا ان انا ما خلفتش. بجد ربنا رحيم بيا. تخيلي انت الواحدة تخلف وتكبر وتجوز، في الاخر تتعامل المعاملة دي من ولدها. ربنا فعلا يصبرك انت والامهات اللي اتخذلوا في ولادهم. انا من رأيي ما تعبريش ابنك خالص، سيبيه. اياكش يقعد شهرين 3، هيلف لفته ويجيلك. هو منتظر على فكرة انك انت اللي تروحي وتقولوا له حقك عليا هات احفادك. صدقيني حماته مش هتستحملهم. تربية الاولاد صعبة والزن بتاعهم وانت طبعا عارفة، فسيبيه يلف لفته. انا من رأيي بقى يا حبيبتي غيري كالون شقتك لو ابنك معاه نسخة، واعملي عارفة قلب كمبيوتر، وشوفي حد من اخواتك وروحي غيري جو معاهم. اقفلي شقتك وروحي اقعدي عند اختك دي يومين واختك دي يومين، وعيشي حياتك وكبري دماغك وارمي ورا ظهرك. واوعي انك انت تطلعي لابنك وتقولي له حقك عليا هو او مراته. مراته هتتمادى اكتر وابنك هيتمادى اكتر. سيبيه يحس بغلطه اكتر، وهي تحس بقيمتك. هي لو فضلت مرة على مرة تشيل العيال هي وابنك ويروحوا الصبحية توديهم لأمها اللي هي حماته ويرجعوا آخر النهار يجيبوهم، هيزهقوا. وخصوصا ان احنا اهو الشتاء بدأ، لفة العيال بقى انت عارفة وهدوم تقيلة والكلام ده، هتزهق. وابنك بالاخر هيزهق، هيجولك. فانت اللي تصبري. بس اما يجولك ما تبينيش فرحتك ليهم قوي، لا. عارفة تقلي، اتعاملي معاه بتقل ان ما يفرقش معاكي احفادك يجوا ما يجوش، ما يفرقش معاكي، عشان مرات ابنك ما تحسش ان احفادك دول نقطة ضعفك تمسكك بعد كده منهم بيهم. فبعد ما يتحايلوا قولوا له خلاص لله، بس يا ريتوا انتوا جايين من الشغل تعدوا تاخدوهم. وابنك محتاج وده محتاج، عارفه تطلبي طلبات الولاد بقى، بدل ما كنت مثلا انت بتجيبي لهم البامبرز، تجيبي اللبن، مش عارف ايه اللي ينقص اطلبي منهم. ده اللي تعمليه عشان يحسوا بقيمتك بعد كده. ربنا يهديهولك ويهدي مرات ابنك ويهدي اللي زيهم. ده رأيي، انتوا رأيكم ايه؟ في انتظار تعليقاتكم. ويا جماعة حاولوا نشطوا القناة شوية، القناة فعلا وقعت من أول عيا أمي، الله يرحمه. قبل ما أقول سلام ترحموا على أمي وأبويا وحبيبة وجميع أمواتنا، وادعوا لي يا رب تكون ميتة راضية عني هي وكل أمواتنا يا رب العالمين، ويلحقنا بيهم على خير.